لو عندِك برتقانة بقى وشوكة هاتيها لي وأنا هاقول لِك هتعملي بيها إيه. هتجيبي البرتقانة كده وتقطعي الحتة اللي من فوق وتبتدي بعد كده تعملي لها إخرام بالشكل ده، هتحطيها في طاسة وتحطي لها كوباية مَيّة وترفعيها على النار لحد ما تتسلق، وبعد ما تتسلق تجيبيها وتسيبيها لمّا تبرد وتبتدي إن أنتِ تقشّريها. أنا خدتها تحت المَيّة عشان أقشّرها بسرعة، وبعد كده قطّعت القشر بتاعها ده، أنا مش عايزة إلا القشر زي ما أنتم شايفين، هاحطه في الكبة، هاحط المَيّة اللي أنا سلقتها فيها، أقفل الكبة كويس أوي وابتدي إن أنا إيه، أطحنها أو في الخلاط. أنا هنا ما كنتش قافلاها كويس فغرّقت الدنيا، مش مشكلة. بعد كده بقى هاصفّيها بالشكل ده وهاخد المَيّة بتاعتها زي ما أنتم شايفين كده، العصارة بقى، معلقة من جِل الصبار، معلقة من زيت الزيتون، ومعلقة من زيت جوز الهند لو موجودة عندِك، وترفعيهم تاني على النار بس يسيحوا الجِل يدوب كده زي ما أنتِ شايفة. بعد كده هاحطهم بقى في إزازة سيرب كده عادية، وده أحلى سيرم ممكن تعمليه لبشرتِك. بُصّي تحفة، حطيه في التلاجة وحطي منه مرّة كل يوم بالليل وتعالي قولي لي إيه رأيِك، وبلاش بقى تشتريه بالغالي زي ما أنتم عارفين أسعاره مُبالغ فيها جدًا، اعملوه من حاجات طبيعية في البيت. ما تنسيش تعملي لايك وشير وتقولي لي إيه رأيِك.